يعني ده اسمه كلام يا اهلي؟ بجد ده اسمه كلام؟ ينفع كده كل يوم خبر شكوى جديد؟ اشرف داري قرر يشتكي النادي الاهلي رسميا. امبارح ريبيرو والنهارده اشرف داري. يا عم مش كده، بوظت سمعه الكره المصريه في الفيفا. يعني سمعتنا في الفيفا بسببك يا اهلي ما بقتش احسن حاجه. بجد كل يوم شكوى. كان في حد عزيز على قلبي كده قال لي خلي اداره الزمالك تتعلم من سيستم النادي الاهلي اللي عمرك ما هتشوف فيه اي مشاكل بتحصل زي كده. انك عمرك ما هتوصل ان لاعب يروح يشتكي للنادي في الفيفا او مدرب او كده، وحصلت برضه. طب ابقى سلم لي على سيستم النادي الاهلي، يعني ابقى سلم لي عليه. ممكن تقول لي انت فرقت ايه عن الزمالك؟ يعني ان الزمالك اللي انت بتقعد تتريق عليه، الزمالك اللي انت كل شويه تقعد تقول ايه ده اللعيب بيروح يشتكيك، ده المدرب ما اعرفش ايه، ده اصل اترفع عليك قضيه، ده اصل اتعمل. ممكن تقول لي مشاكلك انت ايه انك توصل ان اللعيبه بتاعتك تروح ترفع عليك شكوى؟ حرفيا الفرق الوحيد بيني وبينك ان انت بس خزنتك فيها فلوس. يوم ما حد بيروح يرفع عليك شكوى وبيكسب منك قضيه بتروح تدفع له الفلوس، وما بتوصلش الموضوع ان يحصل ايقاف قيد او ان الفلوس تتاخر او هكذا. ولو الزمالك كان بيخش له موارد وعنده في الخزنه فلوس لما يتحكم على قضيه يقدر ان الزمالك يدفعها ويخلصها على طول، اكيد ما كناش هنوصل للي احنا فيه دلوقتي. بس فهو الفرق بيني وبينك ان انت معاك الفلوس فبتدفع، وان الزمالك معهوش الفلوس فبيتاخر فبيتوقف وهكذا. لكن بقى حته بجد ان انت بقيت بتسوق سمعه الكره المصريه في الفيفا بسبب القواضي اللي بتترفع عليك كل شويه، فدي مش احسن حاجه بجد. يعني حاولوا تشتغلوا على نفسكم شويه، يعني حاولوا تتعلموا من اداره الزمالك، يعني حاولوا تتعلموا مننا حاجه.